ده الازازه دي، وبعدين ايه الورقه اللي جواها دي؟ انا مش فاهم حاجه. هو فعلا الكلام مش مفهوم، وبصراحه مش مطمني. تفتكر الازازه دي ليها علاقه باللي بندور عليه؟ اكيد يعني مش بالسهوله دي. عادي، ده ما ممكن تكون طرف خير. يعني انتوا عاملين كل ده عشان طرف خيط؟ لما كنتوا تقولوا لي وانا هجيب لكم بكره كامله بدل البهدله اللي انتوا فيها دي. طيب انا هخلي الازازه دي معايا لحد ما نشوف حكايتها ايه. لا يا حبيبي، الازازه دي هتكون معايا انا. وليه ما تكونش معايا يعني؟ طيب يا عم، هتكون معايا يوم وانت يوم. خلاص هاخدها انا اول يوم. وليه ما يكونش انا اول يعني؟ بس سابقه الازازه دي مش الازازه اللي هتزعلكم من بعض. مش قلت لك اخوك ده اللي هيبوظ لنا الدنيا؟ لا انت قلت هيفضحنا. خد اخوك وامشي يا اسطى، خد اخوك وامشي. تفتكر عمر الدراع ده ممكن يكون فين؟ مش عارف، شوفوا كده فوق الدولاب. فوق دولاب ايه يا عمر؟ انا بكلمك على الدرع اللي احنا بندور عليه. الدرع شفته تحت السرير. تصدق ان انا غلطان ان انا بعمل لك قيمه؟ تصدق ان انا غلطان ان انا خرجت من اللعبه وركزت معاك؟ كان عندي حل حلو قوي. استر يا رب. ما تيجي نسال شات جي بي تي. عارف يا عمر المشكله فين؟ فعلا النت وحش عندنا. المشكله ان انا كل مره بركز في كلامك بجد، وبعدين يعني يا عمر كان لازم ترمي الازازه، مش يمكن كانت تفيدنا؟ لا، ما انا سوقت الذكاء وصورت الورقه قبل ما ارمي الازازه. تصدق يا عمر انت اول مره في حياتك تعمل حاجه تعجبني؟ عيب عليك، انا بس اللي بكون جعان فعشان كده مش بكون ده انا على مركز. كده بقى اكلك كل يوم. وريني الصوره. انت ايه التصوير ده يا عمر؟ الكلام مش مفهوم خالص، بس يعني عادي ممكن نقراه. سلام ما جاء. لا ثواني بقى كده. يا نهار اسود،